مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. قنوات ابو ظبي الرياضيه تعلن تعيين عامر عبد الله وفارس عوض معلقين على مباراه القمه بين الاهلي والزمالك في نهائي بطوله السوبر المصري. تحذيرات قويه لاحمد السيد زيزو من الهجوم المتوقع من جماهير الزمالك على اللاعب طوال مباراه الاهلي امام الزمالك في نهائي السوبر. وسيد عبد الحفيظ يحذر اللاعب بقوه بعدم الرد او الالتفات لجماهير الزمالك والتركيز في الملعب فقط حتى لا يخرج عن اجواء المباراه. كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ طلب من اللاعب بضروره التركيز وعدم الانشغال بما يقال من جانب جماهير الزمالك والتركيز فقط داخل الملعب خوفا من تعرضه الى اي عقوبات بعد اللقاء حال التفت او رد باي شيء على جماهير الزمالك. الاهلي يختم تدريباته مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد في ابو ظبي من اجل الاستعدادات لخوض لقاء القمه امام الزمالك في نهائي كاس السوبر المصري. وهناك حاله من الجديه والتركيز الشديد بتسيطر على لاعبي الاهلي خلال التدريبات من اجل تحقيق اللقب. كمان يستروب مدرب الاهلي عقد جلسه مع جهازه المعاون من اجل وضع بعض الجمل الفنيه والتكتيكيه المناسبه للقاء الزمالك. وعقد جلسه ايضا مع لاعبي الاهلي من اجل شرح لهم نقاط القوه والضعف في الزمالك لاستغلال نقاط الضعف والحذر من نقاط القوه طوال اللقاء. واكد لهم على ضروره اللعب بكل جديه واستغلال انصاف الفرص التي ستتيح لهم طوال لقاء الزمالك من اجل تحقيق اللقب لمصالحه جماهير الاهلي بعد تراجع النتائج في اخر مباريات الفريق في الدوري. حسام حسن مدرب منتخبنا الوطني يصدم ياسر ابراهيم واحمد نبيل كوكا قبل خوض الاهلي نهائي السوبر المصري امام الزمالك ويستبعدهم من معسكر المنتخب القادم بسبب تراجع مستواهم مع الاهلي بشكل كبير مؤخرا. ويضم حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل واحمد فتوح ومحمد شحاته واحمد الشناوي حارس بيراميدز ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمود زلاكا لاعب بيراميدز وصلاح محسن لاعب المصري لقائمه منتخبنا الوطني الذي اعلن عنها الكابتن حسام حسن لمعسكر شهر نوفمبر جاء كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد صبحي ومصطفى شوبير. في خط الدفاع محمد هاني ومحمد حمدي واحمد فتوح ورامي ربيعه وخالد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل. في خط الوسط مروان عطيه وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمد شحاته ومحمود صابر ومحمود حسن تريزيجيه وابراهيم عادل ومروان عثمان وعمر مرموش واحمد السيد زيزو ومحمود زلاكا ومحمد صلاح. في خط الهجوم مصطفى محمد واسامه فيصل وصلاح محسن. الاهلي يؤكد جاهزيه جراديشار لمواجهه الزمالك غدا في نهائي السوبر المصري بعد تعافي اللاعب من الاجهاد الذي تعرض له مؤخرا في لقاء سيراميكا كليوباترا الماضي. واللاعب شارك في تدريبات الاهلي الجماعيه اليوم ويؤكد جاهزيته لمواجهه الزمالك بشكل طبيعي. يستروب مدرب الاهلي يؤكد جاهزيه جميع لاعبي الاهلي لخوض مباراه الزمالك في نهائي السوبر المصري وان الفريق لديه طموحات كبيره في التتويج باللقب. ويؤكد بان الجميع يدرك اهميه مواجهه الزمالك التاريخيه بالنسبه للاهلي وجماهيره. نحن هنا في الامارات من اجل التتويج باللقب وننتظر بفارغ الصبر دعم جماهيرنا ومساندتهم لتحقيق الفوز غدا على الزمالك. نعمل باستمرار على تقييم وتطوير الاداء، فليس هناك فريق في العالم يلعب بدون اخطاء، والمهم اننا نتعلم من الاخطاء ونسعى لمعالجه كل الاخطاء خلال الفتره القادمه. ترابط لاعبي الاهلي الهجومي كان مميز امام سيراميكا كليوباترا في اللقاء الماضي، وطريقتي تعتمد على حريه الحركه داخل الملعب، والاهم بالنسبه لي هو اداء المجموعه ككل وليس لاعب فقط. جميع اللاعبين في كامل الجاهزيه والتركيز لمواجهه الزمالك غدا ولديهم طموحات كبيره من اجل تحقيق اللقب. جراديشار قدم مباراه جيده امام سيراميكا ونجح في التسجيل وتم استبداله فقط للحفاظ عليه من الاجهاد. وايضا هناك عده لاعبين في طريقهم للعوده للمشاركه مع الاهلي في المباريات بعد تعافيهم من الاصابه ومن بينهم محمد شريف. احمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك يؤكد بان الزمالك يستعد بشكل جيد لمواجهه الاهلي في نهائي السوبر. ناصر ماهر له الحق ان يحزن لعدم الانضمام للمنتخب، وانا شخصيا حزين من قرار الكابتن حسام حسن بعدم ضم ناصر ماهر مع كامل احترامي له، واللاعب لم يخرج عن النص وعبر عن غضبه باحترام. وناصر ماهر من افضل اللاعبين في مصر ويظهر بشكل جيد في مباريات الزمالك الاخيره، وايضا نثق في قدراته على ظهوره بشكل جيد في المباراه النهائيه امام الاهلي. اطمن جماهير الزمالك باننا نعلم كل الظروف المحيطه بالفريق وتعاملنا مع كل الظروف في مواجهه بيراميدز الماضيه. نستعد بشكل جيد لمواجهه فريق كبير بحجم الاهلي في المباراه النهائيه. غياب اي لاعب في الزمالك مؤثر وكل لاعب في الفريق مهم بالنسبه لنا، واللاعبين الموجودين بالفريق يعملون بشكل جيد وسنطمئن على جاهزيه اللاعبين المصابين في التدريبات الاخيره. على المستوى الشخصي انا بحب دوله الامارات ووجود بطوله السوبر في دوله الامارات امر جيد، فالتنظيم هنا رائع جدا وكل الامور تسير بنظام وانضباط. شرف كبير ليا
قيادة الزمالك في اول ديربي، واتمنى ان اكون عند حسن الظن ونفوز باللقب. احمد فتوح لاعب مميز جدا ويمتلك امكانيات كبيرة، وبعد انضمامه للمنتخب ننتظر منه الكثير لانني اعلم بقدراته جيدا وانه لديه القدرة على تقديم افضل شكل مع المنتخب. على المستوى الفني مباراة القمة لها احترام تاريخي نظرا لعدة امور وضغط المباريات والاصابات وظروف اخرى مفروضة عليك. اتواجد مع الزمالك منذ اسبوع فقط واشكر اللاعبين على التزامهم لانهم على قدر المسؤولية. لم نغير طريقة اللعب عن مواجهة الاهلي وسنخوض اللقاء بنفس طريقة اللعب الذي خضنا بها لقاء بيراميدز. فالفرق الكبيرة مثل الزمالك لا تغير اسلوب اللعب ومن الصعب تغيير اللعب من مباراة لاخرى. سيتم الدفع بخوان الفينا اذا كان جاهز ونحن مطمئنون لحالته، واطمن جماهير الزمالك، ولكن قرارنا النهائي للمصابين سيكون اليوم بعد خوض التدريبات. سنتعامل بشخصية الزمالك في الملعب والزمالك قادر على حصد اللقب. يستروب يعقد جلسة اليوم مع جهازه المعاون من اجل الاتفاق على التشكيلة الاساسية للاهلي الذي ستخوض مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري. ودراسات قوية داخل الجهاز الفني للاهلي باعادة محمد علي بن رمضان في التشكيلة الاساسية نظرا للاعتماد على امكانيات اللاعب الفنية في اللقاء. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال اعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل زرار الجرس عشان تتابع معنا كل جديد عن اخبار الاهلي.